تخيل معايا إنك عايش حياتك متأكد إنك بتفكر وتقرر وتتحكم في كل حاجة، لكن فجأة تكتشف إن في جزء جواك شغال في الخلفية بيتحكم في مشاعرك وتصرفاتك من غير ما يستأذنك ولا تاخد بالك أصلا. الحكاية دي مش خيال علمي ولا فرضية جديدة، ده اكتشاف عبقري من واحد من أعظم العقول في التاريخ، ابن سينا. في لحظة تأمل عميقة ابن سينا اكتشف إن في أفكار بتظهر فجأة مش من تفكيره الواعي، وكأن في عقل خفي تاني جواه، عقل خفي بيشتغل في صمت وبيأثر عليه طول الوقت. وده كان أول خيط في لغز كبير: إيه الفرق بين العقل الباطن والعقل الواعي أصلا؟ والأهم، هل ممكن فعلا نتحكم في مشاعرنا وأفكارنا؟ في الحلقة دي هنغوص مع بعض في العقل، وهنفهم إزاي وعينا ممكن يكون هو مفتاح التغيير الحقيقي في حياتنا. أنا محمد جمال، وإنت معايا في قناتك على الميزان، وتعالى أقولك إزاي ترجع لكرسي السواق. قبل ما نبدأ في تفاصيل حلقتنا، خلينا نوضح الفرق بين العقل الباطن والعقل الواعي علشان نفهم بعض أكتر. لو جيت في يوم مثلا تتعلم السواقة، هتلاقي نفسك وانت لسه بتتعلم مركز جدا في كل التفاصيل، وهتلاقي نفسك بتقول لنفسك من جوه: أيوة بقى، دوس بنزين، أيوة سنة سنة وانت بتشيل رجلك من على الدبرياج، مانوال معلش. وهتلاقي دماغك بتكلمك وتستدعي كل المعلومات النظرية اللي تعرفها وبتبتدي تطبق. مبروك يا صديقي، ده كده العقل الواعي شغال ومصحصح معاك. ما شاء الله عليك يا صديقي، ربنا يكملك بعقلك. لما بتتقن بقى مهارة السواقة، بتلاقي نفسك بتسوق اوتوماتيك من غير ما تفكر، وممكن وعيك يبقى في حتة تانية خالص. بتتكلم في التليفون مثلا، هي مخالفة، طبعا ما تعملهاش يا صديقي، بس يعني عادي تقدر تعملها. اللي مشغلك على الاوتوماتيك ده هو عقلك الباطن. ونفهم من كده ان العقل الواعي هو اللي بيحاول يوجهك ويفهمك ويساعدك في اتخاذ القرارات، لكن العقل الباطن هو اللي بيساعدك تتصرف آليا، احيانا للافضل واحيانا للأسوأ، على حسب بقى هو محشي ايه. العلماء بيقولوا ان اللي بيتسجل في العقل الباطن من وانت طفل صغير هو اللي بيشكل كتير من اختياراتك وانت كبير، وكل ما كنت واعي باللي جواك كل ما قدرت تتحكم في اللي بره. هنتكلم عن العقل الباطن في وقته بالتفصيل وازاي نستخدمه استخدام مبهر، لكن النهاردة هنتكلم عن عقلك الواعي، وتحديدا عن الوعي نفسه. بس تعالى نهدى كده واعمل مشروبك اللي بتحبه واستعد، علشان الحلقة طويلة ودسمة وإن شاء الله هتفرق في حياتك جدا. في الأول خلينا نعرف يعني إيه وعي أصلا، وهل هو مجرد إنك صاحي وبتفكر، ولا في فرق بين إنك عايش وإنك واعي إنك عايش؟ العلم الحديث بيعرف الوعي ببساطة على إنه الإدراك الحي لما يدور داخلك وحولك في اللحظة الحالية. ده تعريف بيقدمه علماء الأعصاب زي أنطونيو دامازيو في أبحاثه عن الدماغ والمشاعر. بيقول إن الوعي مش بس إدراك الأحداث، لكن إدراك إن أنت ذاتك موجود جوه الحدث. يعني مثلا مش بس تكون حاسس بالغضب، لكن تبقى عارف إنك غضبان وتقدر تسأل نفسك: ليه أنا حاسس بالغضب؟ بس في الحقيقة الموضوع أعمق من كده بكتير. الوعي مش مجرد إنك تكون واعي باللحظة، ده بيشمل كمان إزاي بتشوف نفسك وإزاي بتشوف العالم، وكمان إزاي تتعامل مع المواقف وإزاي بتفهم مشاعرك. في الفلسفة الكلام كان عميق حبتين. لو خدنا نموذج زي ديكارت مثلا، كان بيقول: أنا أفكر إذن أنا موجود. ديكارت كان بيعتبر الوعي هو الدليل الوحيد على وجودك أصلا، لكن طبعا مش كل الفلاسفة وافقوه. ديفيد هيوم مثلا قال: لما بحاول ألاقي ذاتي مش بلاقي غير أفكار ومشاعر متناثرة. وده كان منظوره اللي بيحاول يفهمنا إن الوعي مش شيء ثابت، ده حالة متغيرة حسب حالتك النفسية ومحيطك وحتى أكلك ونومك. والأساتذة القدام زي أفلاطون كان بيقول إن معظم البشر عايشين في كهف، شايفين العالم من خلال ظلال على الحيطان. الظلال دي هي الأفكار اللي ورثناها من غير ما نفكر فيها ونراجعها، ولما الواحد يخرج بره الكهف بيشوف النور، بيدرك إن الحقيقة مختلفة تماما. أفلاطون هنا بيحاول يعلمنا إن الوعي الحقيقي هو اللي بيحررنا من الأوهام. سقراط طبعا أدلى بدلوه في الموضوع ده وقال: اعرف نفسك، وكان يقصد بيها إنك تكون واعي ذاتك. في رأيه الوعي بالذات هو الطريق الأول لمعرفة الحقيقة. نخرج من بير الفلسفة الغويط ده علشان هيسحلنا
ونبص بصة سريعة كده على علم النفس. كارل يونغ كان بيقول جملة جميلة جدا: حتى تجعل اللاوعي واعيا فإنه سيسيطر على حياتك وستسميه قدرا. يعني بالبلدي لو مش مدرك اللي جواك هيفضل يسوقك وانت فاكر نفسك ضحية الظروف، إنما في الحقيقة انت ضحية نفسك. مثال بسيط: بنشوف نماذج في حياتنا لناس عندهم خوف من الفشل من غير سبب واضح، وبيرفض يبدأ أي مشروع جديد، وممكن ده يكون لمجرد إن عنده تجربة من الطفولة، زلة بسيطة أو تنمر وسخرية من الكبار اتخزنت جوه عقله الباطن، ومن وقتها وهو بيهرب من أي مواجهة من غير ما يعرف إن ده السبب. هنا بقى دور الوعي، إنك تكتشف المخزون ده، تفهمه وتفك شفرته وتحرر نفسك منه. وده هيحصل لما تبتدي تسأل نفسك ليه. وزي ما اتعودنا، تعالوا نشوف مع بعض النظرة الإسلامية، هتبهرك يا صديقي. لو تأملنا شوية هنلاقي إن الوعي درجات في الإسلام. في ناس ما عندهاش وعي خالص، ودول اللي ربنا عز وجل قال فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. هنا مفيش نقص في الإمكانيات، لكن مفيش وعي. شايف، سامع، لكن مش فاهم ولا مدرك. وطبعا أضل من الأنعام، لأن الأنعام ما عندهاش الإمكانيات اللي عنده. وهنا يجي سؤال مهم: هي الناس دي مش شايفة أو مش فاهمة إيه؟ الوعي في الإسلام مرتبط بإدراكك للحقيقة الأزلية والغرض من وجودك هنا على الأرض. والآية اللي جاية بتوضح الكلام ده. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وبعد كل الأدلة اللي ربنا بعتها لهم في الكون المرئي والأنبياء والرسل، وفي أنفسهم على وجود خالق واحد لازم نعبده، وإن الدنيا مجرد اختبار، بيحاولوا ينكروا أو يجحدوا أو يغفلوا عن الحقيقة دي. والحقيقة ده زي ما هو واضح في الآية بيعرض نفسه لأعظم خطر. هو مش هيقدر يحتج بغفلته في الآخرة. مش معنى إنك تدفن راسك في التراب زي النعامة إن الحقيقة مش موجودة. في فرق بين إنك مش شايفها ووجودها أو عدم وجودها. في الدين الإسلامي الوعي مش مجرد حالة ذهنية، لكن هو اتصال بين الإنسان وربه. الوعي في الإسلام بيتجسد في مفهوم التقوى والخشية من الله. كل ما كان الشخص واعي أكتر بأفعاله ومواقفه كان أقرب إلى الله، واستعصى على الشيطان اللي بيستغل غفلته عن مراقبة نفسه. دلوقتي يا صديقي أعتقد إننا عرفنا يعني إيه وعي. تعال نجاوب على السؤال ده: إزاي نبقى أكتر وعي بحياتنا؟ إحنا ممكن نبقى واعيين في حياتنا من خلال مراقبة أفكارنا وتصرفاتنا وحتى مشاعرنا. وده مش سهل طبعا، لأننا كتير بنغفل عن التفاصيل الصغيرة، وده بيأثر على طريقة تفكيرنا واتخاذ قراراتنا. لكن لما نبدأ ندرب نفسنا على الانتباه الكامل ونكون واعيين باللحظة اللي احنا فيها، هنلاحظ إن حياتنا اختلفت تماما. وده اللي أكده إكهارت تول في كتابه قوة الآن. فالوعي يا صديقي مش مجرد شعور، لكن هو اللي بيخليك تدير مشاعرك أصلا. وعشان نفهم ده بيحصل إزاي، تعال ندخل على واحدة من أخطر الحلقات اللي بتربط الوعي بجذوره الحقيقية: المشاعر. المشاعر يا صديقي بتكون ردود أفعال تجاه مواقف بنمر بيها، بس مش دايما بنكون مركزين في مشاعرنا. ساعات بنحس بمشاعر زي الغضب أو الحزن من غير ما نلاحظها على طول، وفي اللحظات دي الوعي هو الحل. لو كنت واعي في اللحظة دي هتقدر تلاحظ المشاعر دي أول ما تظهر، وده هيساعدك تسيطر عليها وتتحكم فيها. يعني مثلا لو تعرضت لموقف عصبك، لو كنت واعي هتقدر تلاحظ إنك بدأت تطلع مشاعر الغضب، وتقدر تسأل نفسك: أنا متعصب ليه؟ هو فعلا الموقف ده يعصب؟ ولا الموضوع لمس حاجة فيا أنا؟ هل الموقف يستحق رد الفعل ده؟ هتلاحظ إن رد فعلك بيختلف. لما تبقى واعي هتقدر تسيطر على رد فعلك بدل ما تسيب الغضب يسيطر عليك. والدليل إننا أوقات نتقبل حاجة من حد لمجرد إننا بنحبه، ونتعصب من حاجة عادية جدا لو الشخص ده ما بنحبوش. وخلينا أضرب لك مثل شفته كتير يوضح لك الصورة. بيحصل كتير إن واحد يقول لخطيبته: ما تروحيش هنا وما تجيش من هنا، عمال على بطال. فتيجي في يوم تنزل من وراه فيعرف فيتعصب،
والدنيا تقوم ما تقعدش وممكن يفسخوا الخطوبة أصلا. لو جينا نحلل الموقف ده، المفروض هو يسأل نفسه الأول: هو أنا ليه بتضايق لما بتنزل؟ هل فعلا في خطر عليها؟ ولا أنا بعمل كده علشان أحس برجولتي وسيطرتي؟ لو سأل نفسه السؤال ده، المشكلة غالبا هتخلص هنا. طيب ما سألش وكمل ضغط عليها ونزلت من وراه. لو سأل نفسه سؤال: هو أنا اتعصبت فعلا عشان هي نزلت وهتتعرض لمشكلة، ولا علشان حسيت إن صورتي عن نفسي وإحساسي برجولتي وسيطرتي اتهزوا؟ وهو أصلا لو إنسان عنده وعي من البداية هيكون مدرك إن هي لسه في بيت أهلها ومش من حقه يعمل كل ده. وجايز لو بص للموضوع من وجهة نظر مختلفة هيشوف إن هي ادت له حق مش حقه علشان ترضيه، وجايز تكون كذبت عليه أصلا علشان خايفة على مشاعره. طبعا ده مش مبرر للكذب، لكن بحاول أخليك تشوف الموضوع من أكتر من زاوية. الميزة بقى لو بتسأل نفسك أنت ليه بتتعصب، كده هتبتدي تشاور على المشاكل اللي جواك وهتشتغل على تصليحها، بدل ما تتعصب وتلوم الدنيا كلها وتخسر ناس ممكن يكونوا مهمين جدا في حياتك. المشاعر دي مش حاجة عشوائية بتطلع كده فجأة، دي لغة بيستخدمها جسمك وعقلك علشان يقولك في حاجة مش مظبوطة أو في رسالة لازم تفهمها. لكن السؤال: هل احنا فعلا بنفهم المشاعر ولا بنهرب منها أو بنغرق فيها؟ علم النفس بيقول إن كل شعور جواك هو نتيجة تفسيرك الواعي أو اللاواعي لحاجات حصلت. أرون بيك مؤسس العلاج المعرفي السلوكي بيقولك مش الحدث هو اللي بيأثر عليك، لكن تفسيرك أنت للحدث هو اللي بيولد مشاعرك. يعني مثلا لو حد ما سلمش عليك ممكن تفسرها إنه بيكرهك أو مش عايز يشوفك فتغضب، أو تفسرها إنه مش واخد باله فتضحك وتبتسم. نفس الموقف مشاعر مختلفة حسب وعيك. علم الأعصاب كمان دخل على الخط. جوزيف لودو باحث في المشاعر بيقول إن اللوزة الدماغية، وهي الجزء المسؤول عن المشاعر في الدماغ، بيشتغل أسرع من الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي اللي هو القشرة الجبهية. يعني أنت ممكن تغضب، تخاف أو تفرح قبل ما عقلك الواعي يلحق يقولك إيه اللي بيحصل. هنا بقى ده دور الوعي، إنك تدرب نفسك تكون حاضر، تفهم مشاعرك بدل ما تتهز بيها. الفلاسفة كان ليهم رأي غريب شوية. الرواقيين زي ماركوس أوريليوس قالوا المشاعر مش سيئة، لكن استسلامك ليها هو الضعف الحقيقي. وقالوا إن الإنسان الحر هو اللي بيتحكم في رد فعله حتى لو جواه زلزال من المشاعر. في البوذية كانوا بيقولوا المشاعر تعتبر تموجات في بحر الوعي، بيقولك مش تهرب منها ولا تغرق فيها، إنما لاحظها وافهم إنها مش أنت اللي ورا المشاعر مش المشاعر نفسها. مثال واقعي: تخيل واحد في شغله كل يوم بيرجع بيقول أنا محبط، أنا فاشل، أنا مش نافع، ومش عارف إن الإحباط ده مش من الشغل نفسه، لكن من فكرة جوه دماغه هو بتقوله أنا لازم أكون مثالي دايما، وإلا أنا مش كفاية. فكرة زرعها المجتمع أو الأسرة أو تجربة قديمة. وهنا أول ما يبدأ يلاحظ الفكرة ويفهم المشاعر اللي بتطلع منها، يبقى بدأ أول خطوة في الوعي وأول خطوة نحو التحرر. نقرب أكتر للدين بقى. القرآن بيشاور كتير على المشاعر، لكن عمره ما بيقدمها على إنها عيب، بالعكس بيعلمك إزاي تفهمها وتوجهها. ربنا عز وجل قال عن سيدنا يعقوب: بسم الله الرحمن الرحيم: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يعني حزن شديد، لكنه كتم، ما اتجهش للانهيار ولا أنكر مشاعره، لكنه احتواها ووجهها ناحية الله عز وجل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهنا تقدر تقول إن الدين بيربينا على الوعي بالمشاعر، مش قمعها ولا العبث بيها. وبرضو ربنا عز وجل بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فده مش إنكار للحزن، لكنه دعوة لتجاوزه بقوة الوعي والإيمان. يعني المشاعر موجودة، لكن الوعي هو اللي بيخليها مفيدة. زي النار بالظبط، ممكن تدفيك وممكن تحرقك حسب وعيك وانت بتتعامل معاها. المشاعر وسيلة ربانية علشان تفهم نفسك وتزكيها. ربنا قال في سورة الشمس: بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني الفلاح الحقيقي مش في إنك تهرب من مشاعرك، لكن في إنك تفهمها وتنظفها وتخليها أنقى. تعال نشوف مثال صغير. لما بتحس بغيرة من واحد نجح، يا إما هتسيبها تدمرك وتتحول لحقد وحسد، يا إما تفهم إنك نفسك تحقق نجاح فتقوم تشمر وتشتغل.
بل بالعكس تتمنى له الخير علشان تكون إنسان سوي، وفي النهاية الخير بيعم على الجميع. بس مين اللي عمل التحويل ده؟ الوعي. برافو عليك يا صديقي. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الوعي بالمشاعر، بمشاعره هو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وكمان مشاعر كل اللي حواليه مع اختلاف شخصياتهم. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم بيرجع من الطائف مضروب ومهزوم، وسيدنا جبريل بيقول له: لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني ممكن يمسحهم من على الخريطة. بس النبي صلى الله عليه وسلم رد وقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يا نهار أبيض! هو ده بقى الوعي اللي بيخلي القلب يتوجع بس ما يأذيش، ويخلي الغضب يتحول لدعوة رحمة وأمل في الله. وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مليانة مواقف توضح لك المفهوم ده. في الإسلام الوعي بالمشاعر مهم جدا. الوعي هنا مش بس إنك تبقى فاهم مشاعرك، لكن كمان إنك تتحكم فيها بطريقة ترضي ربنا. يعني لما تشعر بالغضب أو الحزن حاول تتحكم فيهم وتكون صبور، والوعي ده هيساعدك تبقى أقرب لله. كمان الإسلام بيوضح لنا إن قدرتك على إدارة اللحظة بوعي والسيطرة على النفس هي القوة الحقيقية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هنا انت اتعصبت وانت واعي انك اتعصبت، فقلت لنفسك لازم تقزم غيظك لان ده شيء ربنا بيحبه. مش بس كده، انت كمان عفوت عن اللي ضايقك وعصبك علشان انت واعي للاجر اللي هتاخده من ورا ده. والحقيقة يا صديقي انك مستحيل تقدر تعمل كده لو مش واعي للكلام ده واستحضرته في الموقف اللي حصل لك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيأكد على نفس المعنى. ودلوقتي يا صديقي هقولك إزاي تطور وعيك علشان تقدر تدير مشاعرك. والمرة دي هنصحك تجيب ورقة وقلم زي بتوع التنمية البشرية. معلش استحملني الحلقة دي، وأنا كده كده هكتبهم على الشاشة، ممكن تاخدهم سكرين. أول حاجة تعملها يا صديقي هي المراقبة الذاتية. أول حاجة تبدأ تلاحظ مشاعرك كويس. يعني لو حاسس بغضب أو حزن أو حتى فرح، حاول تسأل نفسك إيه اللي خلاني أحس بالمشاعر دي، وإيه اللي خلى المشاعر دي تظهر، وتبتدي تدور على الأسباب. رقم 2 هو التحليل والتقييم. لما تكون واعي لمشاعرك تقدر تسأل نفسك هل المشاعر دي جاية من موقف حقيقي ولا مجرد رد فعل داخلي. لما تعرف السبب ورا مشاعرك هتقدر تتحكم في طريقة تعبيرك عنها. وكمان حاول تفهم وتحلل المشاعر اللي حواليك ودوافعهم في كل المواقف اللي بتقابلك. رقم 3 الاختيار. الوعي بيديلك فرصة تختار ازاي تتعامل مع مشاعرك. يعني مش لازم تسيب الغضب او الحزن يسيطر عليك، لكن تقدر تقرر تتعامل معهم ازاي. التنفس العميق والهدوء. لو كنت في موقف صعب او حاسس بمشاعر شديدة، خد لحظة اتنفس بعمق وهدي نفسك. ده هيساعدك تخرج من دايرة الغضب او الحزن او حتى السعادة المفرطة، وتتعامل من فوق الموقف مش من جواه. رقم 5 التعلم المستمر. العلم يا صديقي بينور العقل ويخلي مداركك أوسع، وتقدر تشوف الأمور من أكتر من زاوية. كمان بيخلي عندك المراجع والأفكار الأساسية اللي تقدر تطبقها على كل موقف. يعني مثلا لما تكون عارف رأي الشرع في موضوع معين هيكون داعم قوي ليك لما تتعرض لنفس الموقف. ثقافتك مهمة جدا يا صديقي. الوعي يا صديقي مش بس إنك تكون فاهم مشاعرك، لكن كمان إنك تقدر تديرها بشكل يساعدك في اتخاذ قرارات أحسن وتعيش حياة أكتر هدوء واتزان. لما تشتغل على وعيك هتلاقي إن حياتك العاطفية بقت أكتر توازن، وهتفتح لك أبواب السعادة والراحة النفسية. وافتكر إن كل حاجة بتيجي بالتدريج. إحنا النهاردة اتكلمنا عن الفرق بين العقل الباطن والعقل الواعي، وحاولنا نوضح إيه هو الوعي وإيه علاقته بالمشاعر. بس دي مش الوظيفة الوحيدة للوعي. الوعي مرتبط جدا بشخصيتك وأفكارك. والحلقات الجاية هنشوف علاقة الوعي بالشخصية ودوره في تشكيل الهوية. مش بس كده، احنا كمان هنعرف الوعي ده بيتشكل ازاي وايه المؤثرات اللي بتأثر عليه، وكمان الأسلحة اللي هتساعدك في التحكم في وعيك وازاي تقدر تعيد تشكيله، وكلام كتير مهم. ولحد ده ما يحصل حاول يا صديقي تكون مفوق وما تسيبش عقلك الباطن هو اللي يسوقك. امسك الدركسيون وراقب ردود أفعالك وانفعالاتك، واسأل نفسك دايما أنا ليه حاسس الإحساس ده؟ في الحقيقة ده هيخليك تعالج مشاكل كتير جواك. في حاجة ضروري أنوه عنها يا صديقي. الحقيقة أن أنا مش داعية ديني، مع إني أتمنى نول الشرف ده.
بس الحمد لله في علماء أفضل مني مليون مرة يتكلموا عن الدين، بس أنا بجتهد وبنقلك رؤيتي الخاصة من خلال بحثي في كل المصادر. أتمنى لو في حاجة غلطت فيها إنك تصحح لي يا صديقي. أنا منفتح على كل الآراء، والأهم إننا نوصل لأفضل نتيجة ممكنة مع بعض. علشان كده يا صديقي عايزك تنزل تبص على المصادر وتعبر عن مشاعرك في الكومنتات، وانت واعي كده دوس على زرار اللايك. سلام يا صديقي.